التجربة عشان نشوف شمع الهوبي صادق ولا كذاب. عملنا في دينينا وعملنا في الكرتونة. قربت توصل الخط. نشوف ادي ده شمع عادي اهو طالع من ده. نشوف نقفل كده اهو. اوبا، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم. قصها كده. قصيناها. دي برضو شمعة. شمعة. يا سلام، شايفين الشمع يا ولاد؟ يقول لك طالع من الدينين. دينين ايه اهو؟ ده من غير ما احطها في دينين حتى صرصار. يا خبر ابيض. دي بقى ايه؟ دي الشمع نفسه سايح. الشمع نفسه سايح وعامل العمايل دي. بس ادي كل القصة. يعني شغل كله دراما. بس انا اعتقد يعني ده الشمع ده هو ممكن يكون له فايدة واحدة، لكن انا ما حصلتهاش صراحة يعني انا جبت النوعية الالوان ديت والبتاع انما كشمع وكحاجة حسيت بيها مفيش خالص. لكن لان الحرارة ممكن يعني لو حاجة مطاولة وحررت عليها، انما مفيش حرارة اصلا حتى بتوصل للودان خالص. حرارة الودان مفيش، ما بتوصلش حاجة للودان، يعني بسيط خالص خالص خالص. فنقول لو في حاجة توصل حرارة بصورة أعلى للودان، بعيدا عن القصة إنها بتشد الشمع والكلام ده، لا دي قصة نصب. يعني إن هي بتاخد الشمع إذا كان هي مقفولة أصلا. أنت لو فتحت لك واحدة من اللي أنا جايبها ديت من على موقع نون، جايبها من على موقع نون. هذه ديت واحدة من على موقع نون. هي دي اللي بتنحط في الودان اهي. شوف دي عاملين لا زي حاجة للودان اهيت، بحيث الودان مش تتعور. لو ديت بلاستيك دي. شوف دي اللي بتدخل في الودان من هنا. شوف مقفولة اصلا، مش في غير الحتت دي بس اللي مفتوحة اهي، عشان برضه هما خايفين للشمع اللي جوه بتاع القرطاس ده يقع في الودان فيبوظها، فعاملين لها السدادة ديت. طب السدادة دي هتعمل ايه؟ بس هتوصل دخانة بس للودان بس دي كل اللي هتعمله. دخانة ممكن تكون بتعقم، لكن انا اعتقد لو في حرارة فعليا
حرارة وبتوصل للودان كويسة، ممكن تساعد في تنشيط الدورة الدموية في الأذن. لكن ده مش شفته خالص ما شفتوش خالص في شمعة الهوبي دي صراحة يعني. الله المستعان.